خل أنقل لكم هالقصة بعد اجت ببالي البارحة، سولفتها الواحد من الأخوة. هذا واحد من أصحاب الصادق، بس هاي اشتروها يعني مشترى، اشتروها مشترى، ثمنها صلاة على محمد وآل محمد. خادم عد الإمام الصادق بس ما يخدم الإمام الصادق. خادم الصادق بس شنو؟ ما يخدم الصادق، يخدم بغلة الصادق. اكو ناس تعرف يخدم البغلة مال الصادق، يقعد بالباب، من يدخل الإمام الصادق للمسجد هو يقعد بالباب يكض الحبل مالها ويقعد ليمت ما خلص مجلس مولاي الصادق، يطلع هو ذيك الساعة يقول له مولاي هاي، ويروح وين الإمام. فذاك اليوم جو تجار خراسان بيها تجار كبار كانت، فاجا واحد من عندهم شاف هذا قاعد على الباب وكاظ له يعني الحبل مال البغل الزمام كاظه قاعد، سلم عليه قال له انت شو تسوي هنا؟ قال له والله انا بخدمة مولاي، لانهم هذول اصحاب الصادق اللي يجون عندهم اموال واخماس وكذا وجبايه يعطونها للامام صلوات الله عليه. قال له بخدمة مولاك الصادق؟ قال له ايه. ما طب هذا التاجر، ما طب للإمام، اجا قاعد يم الخادم قال له بسولف وياك سالفة بس هاي اشتروها قلت لك. قال له سولف. قال له أنا تاجر وعندي فلوس هواي وجايب وياي فلوس كلش هواي وعندي أموال بالكوفة هنا، شو تقول إذا أعطيك إياهن كلهن وتخليني بمكانك؟ يعني شو يسوون؟ يتبادلون. يعني أنت الخادم الكاظ الزمام مال البغلة تصير تاجر، وأنا شنو؟ أصير خادم. شوف استكان شاي عبانه هو هين، شوفها مكنسة يكنس بيها، هذا اللي مخلينا على صوت وذاك على كاميرا وهذا على كنس وهذا على طبخ وهذا كل واحد مهنته. هذا الخادم مش فقير ما عنده فلوس، ركض قال اعطيني مجال بس اشوف مولاي، كض الزمام مال البغله وهسه اطلع لك انا. كض الزمام هذا التاجر بيده ويحبب بي يمكن همين صديق كذب، وصير انا هنا بباب الصادق. الله اكبر. دخل على الإمام قال له سيدي سلام عليكم. قال له الصادق وعليكم السلام. خير؟ قال له سيدي تحب لي الخير لو ما تحب لي الخير؟ قال له الخير من عندنا أحبه، من غيرنا لا. يلا اللي فهمها فهمها، واللي راحت عليه راحت. الخير من عندنا زين، من غيرنا مو زين، لأن من غيرهم بيذله وهم ما يطون بس شنو؟ بس عز وكرامة. قال له مولاي مو هذا التاجر جاني أنا تدري بي قضيت عمري يعني بخدمتك، وهذا تاجر جاني يقول أعطيك فلوس وهاي وصير يعني عد فلوس مولاي، وهمنا أنا بعد من خدمتك إن شاء الله ما أطلع من خدمتك وهو يصير بمكاني. قال له الصادق إذا أنت زهدت بينا وغيرك راغبنا الله وياك، ترى خاف عبالكم مئات البشر الآن لازم سارة بس تتمنى على أهل البيت بشغله، يقولوا لك يلا روح أنت وجايبين واحد بمكانك. أي دير بالك. المهم قال لها مولاي يعني، قال له إيه هو هذا يعني أنت ذا زاهد بينا وغيرنا راغب، غيرك راغب هلا بي وأنت الله وياك، بس شوف خلنا أقول لك شيء. قال له شنو؟ قال له حق الصحبة بيني وبينك، أنت صار لك فترة وياي، حق صحبة بيني وبينك. قال له شنو مولاي؟ قال له إذا صار يوم القيامة
وأخذ رسول الله بحجة الله، وأخذنا بحجة رسول الله، وأخذ الناس بحجتنا. يوم ندعو كل أناس بمن؟ بإمامهم. أنت وين تروح؟ بمن تشلب؟ بفلوسك ما يسوي لك شيء. وين تشلب؟ هذا فهمها. طلع للتاجر عينه كبيرة هيك صايرة وحمرة، قال للتاجر بشرني، قال له بطلت عمي، هو هذا الحبل اللازمة أنا، هو هذا اللي مشلبني ويا أهل البيت، بس هد أتي، بس هد الحبل هذا أتي. قال له على صدقك هذا وعلى نيتك وعلى خدمتك وعلى إخلاصك لسادتك، هاي 1000 دينار ذهب من عندي هدية إليك. يعني صار تاجر وخادم. اجت منين هسه الفلوس؟ شوفها هسه اجت من عندها. قال له لأن أنت مخلص بخدمتك، فهاي 1000 دينار ذهب عيش بيهم، يشتري أرقى بيت بيهم بالكوفة، وأرقى دابة تصير عده، ويصير عنده أغنام وكل شيء يصير عنده. هذا 1000 دينار ذهب، لأن الدينار الواحد الذهب كذا درهم فضة. فيا حبيبي دير بالك، ترى الذنوب يخربا، يغيرنك من حالة الحالة. فأنت بكيفك من الآن وقلها قلعي يلا. الأرض بدلناها أول ليلة، والبارحة زرعنا، والليلة نقولها شنو؟ خلاص هذا فراق بيني، ماكو ذنوب بعد بس سعادة، بعد بس حب، بعد بس طاعة للإمام صلوات الله عليه. حتى بعد ما يصير عندك خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا هيجي. زين، عسى الله أن يتوب عليهم. اللي يرجع ويجدد ويبدل له ورقة بيضاء، إني أجدد له عهدا وعقدا وبيعة في صبيحة يومي هذا، لا أحول ولا أزول. بعد من الليلة قل له لا أحول ولا أروح يمين ورقة بيضاء مع الإمام صلوات الله عليه. والليلة جمعة، وكن متوسلا بإمام الزمان وبسيد الشهداء صلوات الله عليه، واطرق الباب، قل له إلهي أنا الليلة طارق الباب، ليلة جمعة ودمعة ومجلس وتوسل، وفي ضيافة صاحب الزمان، وأبواب السماء مفتحة، وشهر رجب شهر الاستغفار. هاي بعد خلاص ما تحصل مثل هاي الليلة، ما تحصل. زين، واقلع روح، خلي يغيرون حالك من حال إلى حال، خلي هذا القلب يميلون من عند ذن الشوائب، نكون أنقياء وياهم صلوات الله عليه، حتى نعرف على من نبكي والمن نبكي بعد.